السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أول حاجة عايز أشكر كل الناس اللي كتبت تعليقات جميلة وحلوة جدا على الفيديوهات اللي فاتت، وجودكم تعليقاتكم بيدفعني أقدم للأفضل دايما. ولو عايز تعليقك يظهر في الفيديو الجاي اكتب لي تحت في الكومنت ويلا بينا. اول حاجه انا معتز ياسر، وما كنتش مشترك معايا في القناه يا ريت تنزل دلوقتي تشترك معايا في القناه عشان يوصل لك كل جديد. اهم حاجه تضغط لايك للفيديو ده عشان هو اللي بيحمسنا ننزل فيديوهات باستمراريه. ويلا بينا نخش على فيديو النهارده معانا هاتف جديد من هواوي اسمه النوفا 14 الترا، واللي فعلا بيجمع بين التصميم والفخم وتصوير احترافي مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتطوره، وكمان اتصال عبر الاقمار الصناعيه. الهاتف ده اطلقه رسميا في الصين، وهتشوف مع بعض مواصفاته كامله وسعره، وهل فعلا هيقدر ينافس باقي الهواتف في نفس السعر ولا لا. وقبل ما نبدا، لو الفيديو عجبك دوس لايك جامد كده علشان الدعم بيفرق معايا جدا جدا. وما كنتش مشترك معايا في القناه يا ريت تنزل دلوقتي تشترك معايا في القناه ويلا بينا. اول حاجه التصميم، بصراحه التصميم تحفه. هواوي دايما بتخلي سلسله النوفا شكلها عصري وملفت للنظر. الكاميرات الخلفيه جايه في اطار بيضاوي مميز، وكلمه نوفا مكتوبه في الخلف، وتحس بلمسه الفخمه كده في الالوان الذهبي او الابيض والبنفسجي، وبخطوط شبه القماش كده، واللون الاسود بيجي مطفي. وزن الموبايل حوالي 204 جرام، وسمكه حوالي 7.8 مللي، يعني نحيف وخفيف على ايدك، وكمان مقاوم للميه والغبار بشهاده الاي بي 68 و69. والخامات منه زجاج والاطار من الالمنيوم الالماني، تصميم تحسه انه مميز كده وفاخر. الشاشة هنا جاية بأوليد كبيرة 6.81 بوصة، وبحواف محنية شوية كده على الجنبين، والدقة 2860 بكسل. والشاشة فيها تقنية التيبو، وده معناه إن معدل التحديث بيتغير من 1 ل 120 هرتز حسب المحتوى عشان يوفر لك في البطارية. كمان فيها تعتيم بي دبليو ام على التردد 2160 هرتز، وده بيقلل إجهاد العين وبيستخدم الموبايل لفترات طويلة. سطوع الشاشة قوي جدا، بيوصل ل 5500 نيتس، فحتى في الأماكن المشمسة هتشوف الشاشة واضحة. كمان ألوانها ثابتة ومميزة بسبب دعمها ال HDR 1 مليار لون. الشاشة محمية بزجاج قوي اسمه كون جلاس من هواوي. بعد كده الأداء، الموبايل فيه معالج الكيرنينج من 2020 الجديد، وده نسخة أقل شوية من 9000 الكيرن الموجود في الميت 70. المعالج مركب على تكوين 1+3+4 أنوية. النوية الأساسية بتشتغل بسرعة 2.29 جيجا هرتز، والثلاثة الأنوية اللي بعدها بسرعة 2.5 جيجا هرتز، وأربع أنوية كفاية بسرعة 1.33 جيجا هرتز. المعالج الرسوم الميل جي 68 مع وحدة المعالج بسرعة 840 ميجا هرتز. الأداء سلس جدا في التصفح والتطبيقات، مفيش بطء، لكن لو هتلعب ألعاب تقيلة مش هتلاحظ الأداء هو الأقوى في الفئة السعرية دي. في معالجات تانية أقوى زي اللي في بوكو اكس 5 وبرو وبوكو اف 7 برو. والكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة متغيرة من 1.4 ل 4 مع مثبت بصر. وعدسة التليفوتو 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري وتقريبا بصري 3.7 اكس، وعدسة الماكرو 13 ميجا بكسل. مستشعر الألوان متعدد الأطياف بدقة 15.5 ميجا بكسل. كل العدسات الرئيسية بتستخدم فلتر الألوان ال AR جريدنج، ودي من هواوي، وكمان فيها تقريبا رقمي لحد 100 اكس. والكاميرا الأمامية، الكاميرا بورتريه بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة تانية بورتريه 8 ميجا بكسل بتدعم تقريبا بصري 2 اكس وتقريب رقمي 5 اكس. والكاميرا بتدعم تصوير فيديو بجودة ال 4K، وفيها أوضاع التصوير كتيرة زي ال HDR برو والوضع الليلي وفيديو المايكرو وتجميل الصور بمساحات الذكاء الاصطناعي. البطارية والشحن، البطارية كبيرة جدا حوالي 5500 ملي أمبير، وبتدعم شحن سريع بقوة 100 واط مع تقنية الهواوي سوبر شارنج تيربو، وشحن الاي سي متعدد الامكانيات، يعني تقدر تشحن بسرعه حتى وانت متحرك. ونظام التشغيل والميزات، النوفا 14 الترا اول موبايل يجي بتشغيل نظام الهارموني او اس 4 اللي بيدعم على النموذج الجريند اي اي من هواوي، بيقدم استجابه اسرع للنظام في مساعده صوتي ذكي وتحكم الإيماءات واداره المكالمات اذكى. كمان النظام بيضم مميزات تحرير الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي. الاتصال والميزات الإضافية، يدعم الواي فاي 7 والواي فاي 6 ثنائي النطاق وبلوتوث 5.2 مع ترميز صوت عالي الجودة. في ال NFC والدفع الإلكتروني ورسائل
ورسائل ثنائية الوضع عبر الأقمار الصناعية، ومشاركة المواقع والنصوص والصور، ومستشعر بصمة جانبي ومكبر صوت ستيريو محسن بتقنية هواوي هاستن، ومستشعرات إضاءة ومبيض لتحسين أداء الشاشة والكاميرا. السعر هنا نسخة 256 جيجا سعرها حوالي 582 دولار. وطبعا رأيي الشخصي الهاتف فعلا مميز في التصميم والشاشة والكاميرا والذكاء الاصطناعي الموجودين فيه ممتاز جدا، لكن المعالج مش الأقوى في الفئة دي، وده ممكن يخلي تجربة الألعاب مش الأفضل. كمان للأسف مفيش خدمات جوجل الرسمية، وده بيأثر على بعض التطبيقات بالنسبة لبعض المستخدمين. طب ايه رأيك في التصميم النوفا 14 الترا؟ شايفينه فخم ولا لا؟ وبالنسبة للأداء والمعالجة هل ممكن يأثر على استخدام اليومي؟ وكاميرات هواوي المميزة بالنسبة ليكم بتحبوها الصور اللي بتطلع منها ولا لا؟ وهل السعر مناسب بالنسبة للمواصفات دي، ولا انتوا جاهزين تجربوا جهاز ما يجيبش بخدمات جوجل بلاي؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش لو عاوزين تعليقكم يظهر الفيديو الجاي اكتبوا لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.